إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الفضلاء، ونحن نودع هذا الشهر العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به، وجعل فيه كما عرفنا في اللقاء الماضي فضائل كثيرة لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ليلة القدر ومثل فضل ثواب الصدقات وغيرها. نعيش اليوم مع ختام هذا الشهر من خلال موضوع جديد، ألا وهو فضل الصدقات وسبيل تحصيلها. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى هو الغني وحده، وهو سبحانه وتعالى الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فقال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال صلى الله عليه وسلم لرجل وجد عليه ثيابا رثة وهيئة غير طيبة، قال: هل لك مال؟ قال: نعم، عندي من كذا ومن كذا ومن كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، كما عند النسائي من حديث ابن عباس بسند صحيح، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود من الريح المرسلة. فجود النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم طوال العام، لكن يزداد في رمضان لأنه شهر الكرم والجود. ولذلك شرع الله عز وجل لنا زكاة الفطر، ففرضها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من كذا وصاع من كذا إلى آخر الحديث. وعرفنا الحكمة منها فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: طعمة للصائم طعمة للفقير وطهرة للصائم من اللغو والرفث. أيها الأحبة، ويوم أن تنظر إلى فضل الصدقات في كتاب الله عز وجل فما أكثره. البر، الإيمان، التقوى، كيف نحصلها يا رب العالمين؟ قال لنا في الآية 92 من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، الإيمان، التقوى، لن تنالوها حتى تنفقوا
طريق البر، طريق الإيمان أن تنفق. وقال سبحانه في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال في سورة البقرة: فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة: قال الله تعالى حديث قدسي: يا ابن آدم أنفق علي. الله هو الذي قال هذا: يا ابن آدم أنفق علي. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما عظيما كما عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي كبشة الأنماري قال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الثلاث التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أولها: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ثم قال عن الحديث الذي يجب أن نحفظه قال: إنما الدنيا ل4 نفر أصناف الناس في الدنيا: 4 رجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق فهو يطيع به ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. هذا الأول. الثاني: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا نظر إلى الأول قال: لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله فهما في الأجر سواء. نال الثاني بنيته ثواب الأول. والثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلط به فهو بأخبث المنازل. والرابع: لم يعطيه الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مثل فلان أي الخبيث الذي قبله لعملت مثل عمله فهما في الوزر سواء. فنال الرابع مثل وزر الثالث بنيته الخبيثة والعياذ بالله. واسمع أيها الحبيب إلى هذا الفضل العظيم الذي أعده الله عز وجل لك يا من تنفق في سبيل الله. روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وكذا وكذا. وجعل صلى الله عليه وسلم الخامس أو السادس منهم قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. كما في صحيح مسلم: تدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل يحمى عليها فيصبح الناس في العرق، من عرقوا إلى شقويه ومن عرقوا إلى شقيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي رواية الإمام أحمد: يحمى عليها قدر 20 سنة. قدر 20 سنة. في رواية الإمام مسلم السابقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، قال الراوي: لا أدري الميل الذي نقيس به أم الميل الذي نكتحل به اللي هو قد عود الكبريت. فيا أيها الحبيب اعلم أن هذه الصدقة عندما تخرجها نفسك طيبة بها فأنت في ظل عرش الله. وروى الإمام الترمذي والإمام أحمد وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 147 من حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق الأرض جعلت تميل فخلق
من قوة الجبال وقالت يا ربي هل هناك أقوى من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالوا وهل هناك أقوى من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا وهل هناك أقوى من النار؟ قال نعم الماء. فقالوا وهل هناك أقوى من الماء؟ قال الريح. فقالوا وهل هناك أقوى من الريح؟ قال ابن آدم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أقوى من الجبال، أقوى من الحديد، أقوى من النار، أقوى من الماء، أقوى من الريح، لأنه غلب شهوته، لأنه جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه، لأنه علم أن ما عنده ينفد وما عند الله باق. الصدقة تنجيك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر قدامه فلا يرى شيئا ثم يرى النار تلقاء وجهه. ثم أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وكأنه يرى النار صلى الله عليه وسلم، ثم قال اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة نصف بلحة. السؤال هذه النار التي وقودها الناس والحجارة ماذا تصنع معها نصف بلحة؟ في البخاري ومسلم يشرح لك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تصدق أحدكم بصدقة فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه أولا. الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها أي ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح مثل الجبل. الله أكبر، تصبح مثل الجبل. من الذي ينميها؟ إنه الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيدها ينميها يبارك فيها، إنه الكريم سبحانه. أيها الأحبة، هذه الصدقة ثوابها في الدنيا أن يلين قلبك. روى الطبراني عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أجد قسوة في قلبي. رجل يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الوحي ينزل من عند الله غضا طريا، ولكنه عنده مرض قلبي شديد ألا وهي القسوة. لا يؤثر فيه القرآن ولا تؤثر فيه الآيات ولا تحركه ذكر الجنة ولا ذكر النار. ما العلاج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ تريد هذا؟ قلبك يلين وكل ما تتمناه من خير يعطيك الله إياه. أي عمل عظيم أفعله يا رسول الله حتى يلين قلبي وأدرك ما أريد من خير، من جنة، من فردوس أعلى، من نظر إلى وجه الله الكريم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال صلى الله عليه وسلم له ارحم اليتيم، ابن اليتيم منه، امسح على رأسه، أطعمه الطعام يلين قلبه وتترك حاجته. وفي رواية ابن عساكر ابن اليتيم منه وامسح على رأسه وألطفه، اجعله يبتسم. من يوم أن مات أبيه والكآبة ملأت وجهه وقلبه وحياته وبيته، عندها يلين قلبه وتدرك حاجته. وعندنا في صحيح مسلم وأصله مختصرا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. سمعنا في أول لقاء قول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق عليك. وقال
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أين نحن من هذه النماذج الطيبة؟ نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، يقول الحق ويهدي السبيل. أيها المسلمون عباد الله، ونحن نتحدث عن الإنفاق لا يفوتني السؤال الذي يقوله الجميع ونتحدث فيه كل عام ويخرج لنا أصحاب العقول. كل يوم يسأل السؤال مرارا: إيه المانع نعطي الفقير ثمن 3 كيلو رز؟ أقول لك أيها الحبيب، إن كان الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأحمد والشافعي قالوا لا تجزئ القيمة، وقال أبو حنيفة تجزئ، ونحن نتحدث عن الصدقة وعن الكرم، أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم، ارحم الفقير. هو بس وال12 جنيه اللي نزلوا من هيئة الفتوى كحد أدنى لزكاة الفطر، ماذا تصنع لليتيم والفقير؟ ماذا تصنع؟ أنت تريد الثواب، نفذ ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه صدقة أخرى. يقول لك يا عمي 3 كيلو رز ب25 هديله 50، لا، أعطيه ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيه صدقة أخرى. إحنا لماذا نعامل الفقير بالورقة والقلم بالسحتوت وكأنه عندك أجير أو عبد؟ أين الكرم؟ أين السخاء؟ أليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أول هذا اللقاء؟ أجود الناس، أين جودك؟ أين كرمك؟ لو عزمت رجلا واحدا بالله عليك، كم ستكلف نفسك في عزوم شخص واحد في ظل هذا الغلاء؟ كل منا يقول بصراحة كم؟ أقل شيء 200-300 جنيه. ونيجي للفقير شوف ثمن الرز 3 كيلو رز يا عم الشيخ ونطلعها. لجنة الفتوى قالت 12 جنيه حد أدنى، وإحنا مسكنا في الكلمة. ارحموا الفقراء. أعرف أناسا ما أكثرهم أقسم بالله ما اشتروا للعيد ثوبا واحدا. منهم من لا يجد تمرة يفطر عليها، وأنت تجلس على المائدة أمامك الحلويات والمشويات والمحمرات، وتقرص الفقير عايز يشتري وتعطيه يشتري. من أول الشهر لما لم تعطيه 100 جنيه صدقة، 50 جنيه صدقة، وآخر الشهر تخرج زكاة الفطر. إيه المشكلة؟ لكن المشكلة أننا أصبحنا كلنا سيف على الفقير. اللي عنده شوية سكر كيلو كان ب4 جنيه خزن له 10-12 طن، ملأ المحل، والكيلو ب11 جنيه وب10 جنيه. لماذا؟ ارحم اليتيم، ارحم الفقير. اللي عنده رز كان الكيلو ب3.5 بقى ب8 وب9 وب7، يتاجر في الناس. ذكرت لكم هنا منذ سنة، منذ أن بدأ الغلاء، أن امرأة عجوز مر عليها شاب فولد عندها نوع من العصير أو المشروبات، هو مكتوب عليه في رف جنيه وفي الرف الثاني جنيه وربع. قال: يا أمي ما الفرق بين هذا وذاك؟ فقالت: يا بني هذا كنا نبيعه لما كان بجنيه، وهذا نزل لنا جديد فارتفع سعره فكتبت عليه جنيه وربع. قال: فلما لا تكتبي على الجميع جنيه وربع؟ ما كلها ياخذ له جنيه. فقالت المرأة العجوز التي لم تذهب لا إلى الابتدائية ولا الإعدادية ولا الدبلوم ولا الماجستير ولا الدكتوراه، إنما على الفطرة الطيبة مثل أمي وأمه، قالت: يا بني أنا لست سارقة، أنا مش حرامية يا بني. كنا بنبيعه بجنيه وراضيين بيه، فاضل شوية ينباعوا بجنيه، ما احنا كنا بنبيعه راضيين، زي ما كنا بنبيع الرز ب3.5 وراضيين وكان فيه مكسب. والشياطين كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر
يقول لك هتبيع ازاي ب3.5 اللي انت هتبيعه مش هيجيب نص طن؟ بيع زي ما الناس بتبيع. امال لو رخص ما كنت هتبيعه رخيص. هذه وساوس الشياطين. الرزق عند الله عز وجل. يا صاحب التجاره، انت عندك محل، انت عندك متجر، غيرك في الشارع، غيرك في الشارع لا يجد معوى، لا يجد طعام، لا يجد شراب، بل من المسلمين من لا يجد كساء يستر عورته. احمد الله على ما انت فيه، احمد الله على ما انت فيه، ارحم الناس. وتذهب الى صاحب المحل يقول لك والله عندي ولد بصرف عليه قد كده في الشهر علاج، وانا عندي كذا وزوجتي كذا. من اعمالكم سلط عليكم. اين التراحم بين الامه؟ اين التراحم؟ السلعه الواحده هنا ب5 وهنا ب10 وهنا ب12، هي نفس السلعه. الجشع الذي ملأ القلوب. ايها الاحبه، اختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالخواتيم. روى الامام البزار وغيره بسند حسن عن امنا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا في العام الذي يقبضه فيه يرسل له ملكا يوفقه يسدده فيعمل بعمل اهل الجنه، فاذا ما انقضى اجله جاءه الملك فجلس عند راسه وقال: اخرجي ايتها الروح الطيبه الى رضا ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. واذا ابغض الله عبدا او اذا اراد الله بعبد شرا في العام الذي يقبضه فيه ارسل له شيطانا فهو يغويه حتى اذا انقضى اجله جاءه الملك وجلس عند راسه وقال: اخرجي ايتها الروح الخبيثه الى رب غضبان، الى رب غضبان. ذلك عندها يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. اما الاول فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. اختم هذا الشهر بالاعمال الصالحه، بالصدقات، بالتحدث في اقاربكم وعائلتكم وجيرانكم من الفقراء والمساكين. واعلم انك ان كنت في حاله اخيك كان الله في حاجته، كما في صحيح مسلم: ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. واعلم ايها الحبيب انك يوم القيامه كما في روايه صحيحه تستظل بظل صدقتك. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين، اللهم اعد علينا اعوام عديده وسنين مديده وانت راض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام. اعط المحرومين واغن الفقراء واهد قلوبنا وعلق بينها يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترحم امه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارحم اخواننا المستضعفين من اهل السنه في كل بقاع الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وارحم كل من له فضل علينا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار.